ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه بقى؟ بقالنا كام يوم ما طلعناش مع بعض. لسه منزله لكم الفيديو اللي نازل امبارح ده، كنت عاملاه بقاله كام يوم ولسه نازل. النت كان فيه مشكله، مش عارفه، معلش اعذروني، ما كنتش عارفه انزل لكم الفيديوهات بتاعتي. يعني الفيديو ده برضو كان يعتبر من يومين ثلاثه كده، فانا انزل لكم الفيديوهات اللي كنت عملتها ما كانتش نزلت. كنت بحملها بس ما كانتش بتنزل عشان النت كان ضعيف. الاول كده انا جبت فرخه فتشوفي، فتحتها من عند السلسله. من ورا كده، يعني وريتك الفرخه من قدام، لا من ورا بقى من عند السلسله كده، قطعها بالمقص او بالسكينه لو عندك حاميه. وشرحيها بقى كده، احنا هنشويها، شرحيها كده الصدور والوراك وكله واتك بقى عليها كده، يعني ايه، حاولي تكسري الصدر كده يتفتح شويه عن الورك، تكسري كده الصدر كده، تتك بايديك الاتنين كده، او لو عندك المدق عايز تتك بيه بس بايديك، هي بتتفتح بتبقى حلوه. تفتحها كده الفرخه قدامك، لا تقلبيها، ما بتاخدش حاجه على فكره. اخدها بقى اشيلها، انا بقى بوريك الفتحات، اشيلها بقى اغسلها كده غسله نظيفه. ما بحبش اغسلها وهي مقفوله قوي، لما بتفتحيها كده بتبقى بتعرفي تغسلها قدامك، تشيل الريم، الحاجات اللي انت بتشيلها، البيضه، الحاجات دي، تبقى الحاجه قدامك، فتحها حلو كده عشان التتبيله تدخل فيها. يستحسن لو انت هتشويها تبقى عامله الخطوه دي مثلا من بالليل وحطها مثلا في التلاجة. كنت غسلتها بقى كده خلاص، بقول لك انا كده غسلت الفرخه وحطيتها، احطها بقى في حاجه تتصفى كده على ما بعمل التتبيله بتاعتها. جيب بصلتين، فصين مثلا توم، طماطمتين، قرن فلفل، اي تتبيله انت بتحبيها، زبادي، لبن، شوفي انت بتحبي التتبيلات بايه واعمليها. هي احسن تتبيلات مثلا لو انت تعملي مثلا ببصل وطماطم وتوم والحاجات دي، تحط مثلا معاها لو حتى علبه زبادي صغيره، او لو نص كوبايه لبن لو عندك، بتخلي بقى اللحمه من جوه طريه. التتبيله بقى بتدخل فيها وتطر اللحم من جوه وبتبقى كويسه ممتازه. انا هاخد بس تقريبا فصين توم، انا هاخد بصلتين، هما البصل صغير زي ما انت شايفه. هاخد اتنين بس في التتبيله، وهاخد واحده للرز البسمتي اللي انا هعمله، اللي انا بعمله هو المفروض بالخلطه، بس انا مش بحط فيه بقى الكبد والقوانص وكده، لان مش بيرضوا ياكلوه. انت هتشوف دلوقتي، انت عارفه انا بعمله ازاي، زي الرز المبهر المصري، هو برضه هو زي ما بعمل البسمتي برضه. قشرت كده بصلتين زي ما بقول لك، وقشرت برضه فصين توم او ثلاثه بالعدد، مش اكتر من كده. واجيب لهم طماطمتين، قرنين فلفل. شو بقى زي ما بقول لك، التتبيله اللي انت بتحبيها تبليها بيها، ما بتفرقش، كل تتبيله لها طعم على فكره. وانت ممكن تتبلي التتبيله اللي هي الناشفه بس، اللي هي مجرد التوابل دي، تتبيله برضه حلوه مع ليمون، يعني مثلا ربع كوبايه ليمون كده، مع التتبيله الناشفه، التوابل اللي انت بتحبي تحطيها وتدعكيها بقى وبتبقى حلوه. عايزه تحطي زي ما احنا بنحط كده، تحطي معاها علبه زبادي عادي، مش عندك علبه زبادي ولا لبن، هتحطي التتبيله دي برضو، بس طماطمتين كده. حاولي بس تبقى الطماطم مثلا مستويه سنه، علشان تبقى فيها يعني ايه، ميه تنزل معاك ميه، او تبشروا كل ده. انت براحتك، يا تبشريه تحطيه في الخلاط، تحطيه في الكبه، براحتك بقى اللي انت عايزه تحطيه. كله بينفع، كله بينفع، اي حاجه بتنفع. المهم في تقطيعه الفرخه بس، زي ما بقول لك، قطعها من السلسله كده بالمقص او بالسكينه، واتك عليها، ما تسيبهاش مفروده. هي الفرخه دي كانت كبيره، يعني كانت اتنين وربع، اتنين وتلتمية حاجه زي كده. المفروض لما تيجي تشوي فرخه تبقى مثلا كيلو وربع، كيلو ونص، حاجه زي كده، بس انا ما كانش في بالي وانا جايباها طبعا ان انا هشويها او كده. كنت جايباها عادي، اعملها فراخ عادي في صينيه. وبعدين العيال قالوا ايه، كان جنبنا حد كده فاتح محل بيشوي فراخ، انا بقولك حطيت كله في الخلاط، فقال لي هما احنا عايزين نشويها. انا حطيت بقى علبه الزبادي زي ما بقولك عليها الصغيره، او لو عندك معلقتين لبن رايب، او لو عندك حبه لبن حليب، اي حاجه. بس كده اضربهم في الخلاط بقى، وهحط الايه الفرخه بقى. يستحسن زي ما بقولك الفرخه دي انا تقريبا ما حطيتهاش ساعتين في الحاجه دي، ما كانش بقى في وقت. انت بقى لو انت عاملاها من بالليل هتبقى احسن، فتحي برضو كده من الظهر كده، بس تغسلها كويس قوي. اللهم صل على النبي. فالمحل بقى اللي فتحهم قالوا احنا عايزين نشوي، هو بيشوي الفراخ، سواء انت ممكن تتبليها، وممكن تديها له هو يتبلها لك. انا تبلتها، وبعدين هو ايه، قطعها كمان شيش، يعني هو ما سابهاش كده، قطعها شيش عشان التتبيله تدخل فيها كلها، تبقى قطع صغيره وتدخل فيها كلها. بس عايزه اقول لك برضو ان انا كان ناقص بقى عليه ايه، انا تبلتها خلاص وحطيتها في الصينيه واديتها له كده في الصينيه، علشان هو بقى ياخدها، ما احطهاش كده في اكياس او حاجه. كنت ممكن تدخلها الفرن بقى في الوقت ده، بس بقى لا لا، عايزوها على الفحم. انت بقى لو انت عايزه الطريقه دي زي الفحم، سيبها بقى بقولك على اللحم كده تتشرب بقى، تحطيها كده، وبعد ما تخلصيها، بعد ما تطلعيها من الفرن، هتحط لها مثلا قطعه فحم، تولعي لها قطعه فحم. بس كده حطيت بقى على وشها شويه زيت، لان انا ما كنتش حطيت في التتبيله شويه زيت، حطيت كده على وشها شويه زيت، وهي كده كده تستوي على الفحم، بتبقى كويسه. غطيتها بقى وسبتها، اديتها بقى للولاد يوديها له، كنا صايمين في اليوم ده. اه كان في الايام تقريبا الخميس او حاجه زي كده. فقلت لها بقى ايه، هنجيبها على المغرب، قولوا احنا هنجيبها على المغرب عشان صايمين وكده. حطيت بقى، شوحت بصله كده يا دوبك لونها يعني اصفر كده، حاجه بسيطه، ونزلت عليها بقرن فلفل او نص قرن فلفل لو كبير عندك، اشوحهم كده مع بعض، ونزيل عليهم بالتوابل بتاعتك، والرز البسمتي او البلدي اللي انت بتعمليه. ده كان رز بسمتي كنت جايبه لهم. دول تقريبا يعني كانوا باقيين عندي، كانوا 4 مجات، 4 مجات رز بسمتي، عشان انا بقول لك بس عشان تحسبي الميه اللي انت بتحطيها. حط بقى التوابل اللي انت بتحطيها، انا بحط بهارات كبسه وكركم وشويه ولون زعفران، وشويه ملح بسيط، لو انت عندك البهارات زي ما بقول لك.
فيها ملح. اللون اللي على ايدي ده بيبقى من الزعفران، لون الزعفران بيبقى قوي، بيطبع في الايد حتى لما تغسلي، بيقعد فتره برضه يعني، بيقعد معاكي طول اليوم كده، لما تغسلي كام مره مواعين على بال ما يروح معاكي. فالمهم كده حطيت بقى زي ما بقولك البصله والقرن الفلفل، ولو لو عندك فلفل احمر، لو عندك هريسه الشطه اللي انت بتبقى حطاها في التلاجة دي، سواء حاميه او مش حاميه، تقدري تحطيها. بس كده، وتحطي البهارات تتحمص، او تحطي الرز وتحمصيه مع البهارات اللي تحبيه. عايزه تحطي مكعبين مرقه دجاج حطي، مش عايزه عندك البهارات حلوه، عارفه ان انت طعمها حلو كويسه، البهارات اللي الكبسه اللي انت بتجيبيها او بهارات الفراخ اللي انت بتجيبيها، الحاجه دي عارفه ان هي كويسه معاكي وريحتها كويس، خلاص ما تحطيش مكعبات مرقه دجاج. بص بقى، لما تشوحي الرز بسمتي ما تتكيش عليه في التشويح عشان ما يتكسرش معاكي. الرز ده انا نقعته قد ايه؟ يا دوب نقعته مفيش 5 دقايق، على بال بس ما شوحت البصله، ما خدش كمان 5 دقايق، انا مش بنقعه قوي. حطيت بقى على ال4 كوبايات رز ده، حطيت عليهم 7 مجات ميه وربع، لان انا نقعته بتاع 5 دقايق. لو انا ما نقعتوش ال5 دقايق ده، هحط على الاربعه 8 مجات ميه. على ال4 مجات رز احط 8 مجات ميه. لو انت نقعت اكتر، يعني لو انت قعدت نص ساعه، هتحط على الاربعه دول مثلا، على ال4 مجات رز دولت مثلا 6.5 ميه. بصي اعرفي مقدار الميه معاكي، علشان بس ما يبصش منك يبقى ناقص سوا، يبقى زايد سوا كده. في النص كده هتقلبيه تقليبه على بال ما يكون شرب الميه، ولما هتلاقي بقى بيطلع بكبكه كتير كده، هتقومي مطيه عليه بقى، خلاص ايه كده بقى يبقى اتشرب. كنت بعمل شويه كاتشب، انا عارفه ان انا عملته معاكم كذا مره، بس في كذا حد بيقول احنا يعني مش كل مره بنفتح الفيديوهات ونشوفها، فعملته تاني. انا حطيت برضو قد ربع كيلو، ربع كيلو طماطم كده، كنت حط يعني زي نص كيس كده من اللي انا ببقى مسبكاه، فحطيته هنا يعني يغلي شويه. وبعدين لما يغلي كده، انزل عليه بربع كوبايه سكر وربع كوبايه خل، السكر قد الخل، بقول لك ده خل، السكر قد الخل. وانزلي بشويه ملح وفلفل اسمر، ويا اما حته توم صغيره، يا اما حته التوم دي كمان طلعت كبيره، يا اما معلقه توم باودر، هو المفروض الاساس فيه توم باودر، بس كان خلصان عندي. دي معلقه نشا صغيره زي ما احنا متفقين، بندوبها في ربع كوبايه ميه وننزل عليها، وننزل عليها بقى بكيس صلصه او معلقه صلصه، عشان خاطر اللون بيبقى فتح شويه من النشا. يبقى انا حطيت الطماطم اتسبكت، نزلت عليها بربع كوبايه سكر وربع كوبايه خل وملح وفلفل اسمر ومعلقه توم باودر، هي دي البهارات بس بتاعه الكاتشب. ومعلقه خل صغير، معلقه نشا صغيره، تدوبها في ربع كوبايه ميه وتنزلي بيها على الكاتشب، وتحطي بقى عليها معلقه صلصه عشان بس تعزز اللون، او معلقه بابريكا بس مش اكتر. هيغلي بقى يا دوبك غلوتين ثلاثه بس كده، زي ما انت شفتي تقل معاك، انت شايفه قوامه عامل ازاي. طفيت بقى، طفيت من على النار، سيريه بقى كده. لما يبرد معاكي دخليه التلاجة بقى، يعني اول ما تدخلي المطبخ يبقى اعمليه، دخلت التلاجة بقى يبرد. هنا بقى كانت الفراخ جت، كانت المغرب أذن بقى، كان جابها لنا زي ما بقولك، هو قطعها شيش كده عشان التتبيله تدخل فيها كلها، وكان الرز خلص خلاص. واللهم صل على النبي، والكاتشب، وقالت لهم بطاطس. شو بقى انت بتحبي تعملي معاه ايه تاني؟ مايونيز، الحاجات بقى اللي هم انت عارفه هم بيحبوها. بس عايزه اقول لك الرز مفلفل وجميل، علشان احنا ما زودناش الميه. خدي بالك من تكات الميه وتكات مده النقع اللي انت بتنقعيها، يعني لو انا نقعت نص ساعه، لا قللي الميه شويه، انا نقعت بس بقولك مفيش 5 دقايق، ما كملوش كمان، على قد بس ما شوحت البصله كده وقرن الفلفل. عشان كده نقصت كوبايه الا ربع ميه على ال4 مجات ميه، على 4 كوبات رز. حطيت كوبايه وربع، نقصت كوبايه وربع ميه.